السفاح اتكشف. بعد ما خلص معلم على مراته وعشيقته وعمته فاديه وسواق توك توك، امه بتساله فاديه فين؟ قال لها هجيب لك غيرها، هو طعم كوبايات 5 قطع يا اسطى. بعدها معلم المحامي وابو البنت اللي جابر كان مخلص عليها وحاططها في الثلاجه، راحوا للظابط بعد ما طلبها، اللي مش مصدق كلام ابوها وشاك، فسال المحامي على يوسف وعلاقته بجابر، وقال له معلم ان هو اختفى برضه وكان صاحب جابر، وكلام في سرك يعني كده معلم الظابط هيوصل للسفاح عن طريق القضيه دي. المهم معلم بعدها بنشوف المعلم سيد، قصدي المعلم رضوان، اللي كان عاوز يشتري المصنع معلمي في اول حلقه من سيد الطويل، فبنلاقيه قاعد مع جابر معلمي بيعرض عليه يشتري المصنع. طبعا معلمي بعد ما الحاج سيد الطويل عايز يكتب المصنع على ولاد اخته في الحلقه الرابعه، فجابر زي ما تقول كده بيلحق. بعدها معلم بنشوف جابر بيكلم صاحبه يوسف اللي شاكك فيه وعايز يصفي كل الحسابات الماليه اللي ما بينهم عشان عايز يخش في شغل هدوم مع المعلم سيد الطويل، فجابر بيتوعد. جابر معلمي فعلا راح للحاج سيد الطويل اللي كان يوسف صاحبه كلمه في التليفون على الشغل، اللي بيلاحظ معلمي ان صوت جابر من صوت يوسف اللي كلمه في التليفون، ومن هنا معلمي بنعرف ان جابر انتحل شخصيه يوسف. طبعا بعدها اخت زينه بتقفش امها بتكلم زينه، بتتخانق مع امها معلمي وعاوزه تكلم زينه، امها فعلا معلمي بتتكلم وسلمى بترد على زينه. طبعا معلمي بتشك فيها وبتقول لها افتح الكاميرا وورينا انت فين. طبعا معلمي جابر بيقفل عليها. بعدها معلمي سلمى بتكلم جابر بتقول انا رايحه للظابط هقول له على اللي حصل، والمعلم رضوان معلمي راح لجابر اللي هو يوسف المصنع وعربينه، جابر معلمي بيدوا له عقود، فالمعلم رضوان بيصورها بيقول له معلش حرص ولا تخون برضه. بعدها المعلم رضوان بيبعت للملازم ابن اخته بيقول له اكشف على جابر. بعدها معلم الظابط اللي هو باسم سمره بيقول ورق المحاضر وصوره بطاقه جابر، اللي بيكتشف ساعتها معلمي ان جابر هو محي. امسك هنا بقى عشان اللي جاي حاجه ثانيه. طبعا معلمي عارف ان جابر هو المجهول والسفاح بتاع اللغز، وفي نفس الوقت معلمي الملازم ابن اخت المعلم رضوان يبحث عن جابر معلمي ويكتشف ان هو مطلوب. بعدها معلمي جابر راح لزينه وبيقول لها نمشي بس هي مش عاوزه. الظابط معلمي اللي هو باسم سمره راح للملازم اللي هو ابن اخت المعلم رضوان بحضور ويتفق معاه معلمي ويقول له اسحبه لنا وما تحسسوش بحاجه، بص قبل الميعاد ب5 دقايق واستناه. وفي اللحظه دي معلمي المعلم رضوان قلب المعلم سيد وعاوز العربون اللي دفعته وحاجات كتير زي كده. بعدها معلم بيروح المصنع، طبعا هو بيتلجلج وبيحط على السماعه وبيكلم الظابط، حاجه في منتهى المعلم سيد جدا يعني. المهم معلمي ان حاج صادق بيوصل وبيقول له خش، بس المعلم رضوان بيرفض، فالحاج صادق معلمي بيشك اللي بيبص حوالين المصنع فبيلاقي مخبرين وناس واقفه، فالظابط معلمي بيكلم المعلم رضوان بيقول له كلم جابر شوف اتاخر ليه، فالمعلم رضوان بيكلم جابر اللي بيقول له دخل عليه، فالحاج صادق معلمي يكلم جابر وبيحذره بيقول له في ناس واقفه كده شكلها غريب اهرب. فجابر معلم بيوصل عند المصنع وبيكتشف ان هم ظباط وبيهرب، بيفضل معلمي في مطارده بين الشرطه وجابر لغايه معلمي ما ظابط بيزنقوا على السطح وبيثبته بمسدس، فجابر معلمي راح شايل عيل صغير فالظابط طبعا مش هيضرب نار وللاسف بيهرب، وبيروح لزينه معلمي عشان ياخدها ويهربوا، وبتقول له معلمي سيبني مش همشي، والتويستايه دي يا معلمي جامد لان معلمي بنكتشف ساعتها انها مش بتحبه وانها مش جايه معاه بارادتها، وان كل ده معلمي كان بيعذبها وبتكرهه، هو معلمي متخيل انها بتحبه ومبسوط. المهم معلمي الشرطه بتوصل المكان، جابر معلمي بيدلو بنزين على المكان كله في اوضه زينه، فيبص لها معلمي في حوار ما كملش كام ثانيه ان هو يرمي عود الكبريت او لا، او فعلا بيرميه وبيولع في الاوضه كلها وهو بيهرب، والشرطه معلمي بتوصل وباسم سمره بيخش الحريق وحته يعني كده السقه وبينقذ زينه، وظابط معلمي بيقول لمعتز زميله ما ينفعش يهرب، اوعى يفلت، بص اقتله وسلم نفسك بس ما يهربش. زينه معلم بتصحى من النوم بتلاقي نفسها على السرير ومتكلبشه فبتصور، فبيقول لها الممرضات، ساعتها معلم بتعرف انها في المستشفى فبتهدى وتنام، البنت اتعقدت خالص. الظابط معلم بعدها بيجيب سلمى وام زينه وابوها ويقول لهم زينه مشتركه معاه في الجريمه، ومحي معلم ما اسموش محي واسمه جابر وكان خاطف زينه، يلا هي صدمه واحده عشان نلاقي معلم اخت زينه بتهوهو في المشهد ده او بتتكلم لغه انا مش فاهمها. المشهد ده معلم مؤذي للعين جدا. هتقول لي هو احنا بنسمع بعينينا؟ هقول لك يا معلم المشهد ده بالذات مؤذي لكل الحواس مش العينين بس. تعالى بقى اللي بتقول لي بتتكلم بسرعه قول لي هي بتقول ايه. بعدها معلم الدكتور بيقول لهم ممكن تدخلوا لها، وفعلا معلم بيدخلوا لها وزينه بتعيط وبتقلب الدنيا، اتعقدت خالص وفرحان قوي، وانا برضه معلم مش فاهم رياكشن سلمى. المهم معلم سلمى راحت للظابط وبتساله يعني لو كان حصل حاجه كده ولا كده بين زينه ومحي هو ده اللي يهمك؟ بيقول لها لا ما حصل، يعني الدكاتره كشفت ومفيش حاجه، وبيسالها يعني معلمي هو انت اتجوزتيه من زمان، وبتحكي له معلمي ان هو جالها في محل موبايلات كانت شغاله فيه وشبه شاطت عشان بتقول له انا معلمي انها كانت عايزه تتجوز الفتره دي. مش فاهم يعني هو ايه اللي كانت عاوزه تتجوز الفتره دي، موسم التزوج بتاعها ولا ايه؟ المهم معلم الظابط راح لزينه وبيسالها فبتقول له مش هرتاح لما يتعدل، وبعدها معلم بنعرف انها عرفته عن طريق سلمى اختها، وكان بيقول لها معلم ان اصحابه منتجين وانه كان معلمي بيحاول يتقرب لها وكده. ابريل 2014 بيقول لها معلم انت اختي وانا حبيت سلمى بجد وعاوز اتجوزها. بعدها معلم بتقول لابوها انه جالها فرصه في مسلسل بره مصر، اللي بيفتح جعوره معلمي بيقول لها مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. بعدها معلم زينب بتقول لمحي لو هلا معايا في المسلسل اكيد كانوا هيوافقوا عشان بيحبوها. ماما معلم جابر بيقول لها حاول. بعدها معلم بيشوف هلا الله يرحمها وزينب قاعدين في الاوضه، وجابر معلم بيدخل عليهم وبيقول لهم انا جبت لكم انتوا الاثنين اوديشن في المسلسل، فبيفرحوا جدا. تفرحي على ايه يا هلا؟ وبعد ما بيتقابلوا معلمي جابر بيقول لهلا الشركه مش هتدفع طيران ولا اقامه، لان معلمي كانوا عاملين حسابهم ان الدور ده حد في بلد هم بيصوروا فيها يعملوا. هلا بتقول له معلمي انا ممكن ابيع عربيتي واتصرف في فلوس. وبعدها معلم زينب بتقول لابوها تاني اللي بيرفض وشبه هيضربها. يناير 2018 زينب معلم بتفوق على مرتبه في الارض ورجلها مربوطه بسلسله، وجابر معلم اللي هو محي بيخش عليها بالاكل. بعدها معلم بنشوف حسن اللي هو جابر قاعد في عربيه البت اللي هو فاهمها ان هو شغال في اوبر هي وامها. وبعد اخر مره معلمين في الحلقه الثانيه ساعه ما قال لها ان في بضاعه جايبها من بره مصر وحاطط فيها كل فلوس، بيقول لها دلوقتي ان هي واقفه ومعيش فلوس اخرجها. بتقول له ما تقلقش انا هتصرف افك الوديعه باعتبار ان انا وانت واحد. بيقول لها امك مش عايزه تعرف عشان ما ينفعش اصغر قدامها. بعدها معلم بينزل من العربيه امه وتكلمه وتقول له رجلي وجعاني وتعالى لي ضروري، فبيقول لها انا جاي دلوقتي. مكتشف معلم ان الظابط عندها والشرطه وده دخل جابر، والظابط معلم اللي هو باسم سمره بيتكلم في لاسلكي وبيقول لي العمليات تمام، فبيقول له ان المكالمه قصيره وممكن يعني تتكلم مكالمه طويله شويه، فمن واضح هنا معلم انها تتكلم تاني وجابر هيشوك او هيجي. تفتكر يا معلم ما تنساش يا معلم تتفرج على الملخصات اللي فاتت وتتفرج على اللي جاي يا معلم. يو سلام.